مش عايز اي حد يزعل مني خالص من المطاعم، عشان قررت مش هصور اي مكان بيعمل اختراعات باسامي غريبه تاني. سوسو، زيزي، شيكي، كيكي، يلا بينا. للاسف مفيش مفر من الاختراعات والاسامي الغريبه، فبالمره بقى قلت اجرب اخر الاختراعات من مطعم واحد مشوي مشهور قوي في اسكندريه. المطعم ده وفتح في اكتوبر قدام مسجد الحصري بالظبط. واول اختراع سوسو. عباره عن ايه سوسو ده بقى؟ عباره عن عيش بتاعهم كده بس سمكه اتخن من العيش اللبناني، بيتقسم نصين كده وكل نص بيتعمل منه ساندوتش عادي جدا. بيتحط عليه خيار مخلل، فراخ مشويه، مايونيز، صوص كده سبايسي وتركي، وفي الاخر بقى لف بقى الساندوتش كده، حطه بقى على الشوايه، ادهنه بقى كده الاختراع بتاعهم وارمي بقى على الفحم. جامد. ده بقى زيزي، نفس الكلام بالظبط، خيار مخلل، فراخ مشويه، هو الصوص بس اللي بيبقى مختلف، وميكس تشيز بتتحط عليها، ويلا بينا لف يا معلم ونفس الدهنه الجميله وارمي على الشوايه وكل يا معلم. الساندوتش ده خطير. الكفته مهتمين بيها قوي، كواليتي اللحمه، توابل قليله، طعم الشوي اللي هو بقى الفحم والكلام ده كله باين. لا الصراحه صباع كفته محترم. الجامد بقى في واحد مشوي ان هو تقريبا اول واحد يعمل الطرب في كونسبت السندوتشات. مظبوط قوي زي ما قال الكتاب.